لعبة جراني من اشهر العاب الرعب اللي كانت في الطفوله، محدش يقدر ينكر ده لانها كونت جزء كبير من شخصيه كل واحد فينا. انا سمعت عن فكره اللعبه دي ببساطه انك تجمع ادوات وانك محبوس في البيت لازم تهرب بالبيت دي عن طريق الادوات. كانت صراحه فكره كريتيف شويه لان كنت لسه طفل في 5 ابتدائي وكان لسه الفكره طالعه جديد يعني في العاب الرعب. وعرفت اللعبه دي عن طريق عمي وعمكم وعم الناس كلها اليوتيوبر والجيمر العظيم بيستي. والصراحه لما عرفت ان اللعبه ليها نسخه على اندرويد وكمان هي اصلا نسخه على اندرويد وتنزل على جوجل بلاي ببلاش تماما، الصراحه ما ترددتش اني احملها بعد ما سمعت ان في ناس جالها صرع وكوابيس وقله نوم لمده يومين كاملين بسبب الرعب اللي بتسبب اللعبه دي. وحرفيا حملته على تليفون الوالد وما اعرفش ليه الوالد وافق ان احمل لعبه رعب على تليفونه. المهم لما بدات اللعبه حرفيا نسيت كل حاجه المفروض اعملها، يعني المفروض اجمع ايه واخد ايه وامشي فين وازاي اهرب من جيراني والحاجات دي كلها نسيتها حرفيا. يعني تخيل ممكن تكون في الصيف وجيرانك بتترعش من كتر الرعب اللي سببه لك جيراني ديت. يعني حرفيا كانت اكبر كوابيس جيراني ديت. حرفيا كنت بفضل مستخبي تحت السرير لحد اول بس ما اطلع من الاوضه، حرفيا كاني كيس ملبس بتاع جيراني. وحرفيا كان فاضل شويه بس وجيراني تطلع من اللعبه وتقول لي ازاي العب من كتر ما انا كنت نوب حرفيا. لحد ما بدات اجمع الادوات واحده واحده وبدات استعمل الجمجمه العظيمه دي اللي قدامك. وحرفيا بدات اجمع الادوات وكلك ما كنتش عارف ازاي اهرب او ازاي هيهمد جيراني لحد ما عرفت اللعبه ديت اساسا مش هتعرف تتحرك فيها. واي حد يقول لك صعبه لان البازلز فيها سهله جدا، واي حد يقول لك صعبه فهو حمار حرفيا لانه محتاج بس يكون ذكي. حرفيا الذكاء بتاعته يكون 70 اي كيو تقريبا وبيفهم انجليزي ب 2 جنيه حرف. والحمد لله بعد معافره كتير يجي تقريبا اكتر من 200 مره لعب، الحمد لله بدات اختم جيراني واحده واحده والحمد لله اتعلمت وحفظت المسارات المفروض اعملها وازاي اهزم جيراني. والغريب في كل ده ان ليك مهله 5 ايام، يعني بدات توصل 5 ايام تبدا تعيد بقى من الاول كل ده. وعارفين كل مره بعد 5 ايام تموتك بطريقه كريتيف، يعني مره ترميك من فوق تاكلك بالعربيه بحاجات مختلفه كتير وكريتيف الصراحه. حرفيا اصلا جيراني ديت. ولكن بعدها نزل الجزء الثاني من جراني. Oh shit. Here we go again. مش معانا هو بس جراني، لا ومعانا جراند با واللي هو المفروض جوزها يعني. وكل ده معانا المعلم بتاعهم اللي هو ابن حفيدتهم تقريبا سلندرينا، واللي هو الراجل العنكبوت المعاق ده. في الجزء ده انت بتكون اساسا مخطوف قدامك 3 طرق عشان تهرب منها، واللي هو المركب في مجاري او الطياره هليكوبتر او من الباب طبيعي جدا. وكل حاجه ليها ادوات مختلفه ولازم يوقفك جراند با وجراني والمعلم ابنهم الصغير ده. لكن ابنهم الصغير ده مش هيعرف يعمل لك حاجه لان هو حرفيا كان الحيوان الاليف بتاعهم، يعني هم بيروحوا يوكلوه ويشربوه ويعملوا له اللي هو عايزه. وما تفكرش انك تقتل الواد ده، هو حرفيا انت هتحتاج تقتله علشان تعرف تاخد شويه الحاجات اللي عنده، لكن ما تحاولش لان انت اول ما تقتله قول على نفسك يا رحمن يا رحيم حرفيا هيمسكوا يدوروا على البيت حته حته شبر شبر لحد ما يلاقوك. وحرفيا هتبقى مليان عصبيه مفرطه، حرفيا ممكن تخليك تموت بالرعب اساسا من منظرهم وشوشهم بس. وحرفيا في الجزء ده عرفت ان جراني اعظم طباخه في الحياه كلها واعظم واحد اطرش بيسمع اغاني واللي هو جرامبا. والحمد لله بعد معافره كتير وسمعت خطط وسمعت الناس بتلعب في الجزء ده، الحمد لله عرفت ازاي اهرب من الجزء ده وختمته. نيجي بقى للجزء الثالث. الجزء ده بيتكلم عن انك انت كنت تايه وبعد كده لقيت قصر كبير كده في الغابه ودخلت القصر، ويا سبحان الله بتلاقي جراند با واقف لك بشوت جن وبيرحب بيك. ولكن بعدها لحد ما تلاقي ان انت موجود في بيت محبوس في سجن والحمد لله بتقدر تهزم كل واحد. ولكن مش جراني وجراند با زي كل مرة، لا ومعاهم الضيف الثالث سلندرينا واللي هي حفيدتهم. قدرات سلندرينا ده حرفيا هي بس منظرها مرعب شويتين 3، لكن اول لما تعرف قدراتها وانك سهل تتغلب عليها. يعني قدرتها ان لو بصيت لك فجأة كده فهي تحاول تشوف روحك وانت بكل اتبسطت انك تضاير وشك، بس ده حرفيا طريقة هزيمتها. احنا هنهزر مع بعض، هي هتظهر لك زي الخازوق كل مرة بس مش هيحصل حاجة كتير يعني. وزي غير الحيوان الالف بتاعهم الجديد واللي هو التمساح. مربين تمساح يعني تخيل انا مربيه تمساح، متوقع منهم يكونوا ايه يعني. والحمد لله بتفضل تهزم لانك بتحاول ترجع الكهرباء وبعد كده تفتح الباب وبتخلع من البيت كده حرفيا. بس دي هي قصتهم ومعاناتي مع جراني، واتمنى ان كل واحد يقول لي يشارك قصته معايا بسرعه. وبس تشترك لايك سبسكرايب وبس سلام.